السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. طبعا إن شاء الله النهاردة معانا اليوم ال 22 وهتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي مفهوم دراسة الجدوى، وبإذن الله هطلعك في الفيديو ده فاهم كل ما يخص دراسة الجدوى لو هتبدأ المشروع بتاعك بإذن الله تعالى بطريقة سهلة وبسيطة علشان محدش يضحك عليك، لأن بشوف حاجات غريبة بصراحة في حكاية دراسة الجدوى دي. فحاول تتابع الفيديو ده للنهاية، اللايك الجميل بتاعك، الصلاة على النبي، ادعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم باذن الله تعالى. وعلى بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. من الاسئلة الكتيرة جدا جدا اللي منتشرة الايام دي طبعا وهي فكرة دراسة الجدوى، وفكرة ناس كتيرة عايزة تبدأ تربية دواجن. طبعا الايام دي صعبة وكله بيفكر ان هو يبدأ مشروع. انا اساعدك على كده وانصحك انك تشتغل بكده، لان الشغل مصدر رزق كبير وربنا يكرمنا جميعا باذن الله تعالى. بس في البداية لو حابب تبدأ المجال وتتكلم في دراسة جدوى، دراسة الجدوى لازم يكون ليها قواعد وقوانين علشان تمشي عليها. بمعنى صح، انت دلوقتي علشان تعمل دراسة جدوى النهاردة 2/6/2024 ما تروحش مثلا تشوف دراسة جدوى 2/6/2023، لا، خليك في الوقت الحالي لان الاسعار متغيرة. طيب هنتكلم في نقطة بسيطة جدا. اول حاجة يعتبر السنة اللي فاتت كان في الايام دي العلف كان وصل 29,000. طب حاليا العلف دلوقتي انت بتتكلم في كام؟ بتتكلم في 22,000 و23,000، فلذلك دراسة الجدوى فاشلة. طيب انت بتتكلم برضو في سعر كتكوت السنة اللي فاتت نفس الايام اللي احنا موجودين فيها دي كان الكتكوت ب 30 جنيه وكان ب 29 جنيه. طب الكتكوت النهارده بكام؟ النهارده الكتكوت متوسطات الاسعار 25 و26، فاذا دراسة الجدوى فاشلة. فعلشان كده مش عايزك تحكم على المجال بدراسة جدوى يعتبر بقالها فترة، لا، خليك في الحاجة اللي يعتبر حصرية. طيب دراسة الجدوى بتتعمل ازاي او بتتحسر ازاي؟ انت بتحسب علف وبتحسب كتكوت وبتحسب نشارة وبتحسب كهرباء ومصاريف العنبر ومصاريف العمالة وإيجار العنبر، تمام؟ طيب كل ده أنت ممكن تعملهم بنفسك. هتعمل مثلا نقطة مهمة جدا، هتخش مثلا تسأل على سعر العلف وتضرب للكتكوت سعر العلف اللي هياكله، تمام؟ طيب هتخش تسأل على إيجار العنبر بالسنة أو مثلا بالكتكوت أو مثلا بالشهر، تمام؟ وعلى الوقت اللي انت موجود فيه حاليا. طيب هتضرب سعر الكتكوت في العدد اللي هتربيه، هيديك يعتبر الاجمالي بتاع الشغل بتاعك، وهتضرب بعد كده صافي الربح بتاعك، تمام؟ طيب في نقطة مهمة جدا، انت ممكن بعد ما تعمل ده كله لا قدر الله لا قدر الله، الحسابات اللي بتتحسب مش بيحسب لك مثلا ان حصل معاك ظرف طارئ. لو هو مثلا حصل معاك لا قدر الله لا قدر الله حصل معاك فيروس، لا قدر الله حصل معاك خسسان في الوزن، بيحصل وبتوصل اوزان ان الفرخه بتنقص نص كيلو والكلام ده كله. ففي حياة مغلوطة كتيرة في فكرة دراسة الجدوى. لكن دراسة الجدوى لو هتعملها حاول انك انت اللي تعملها بأسعار اليوم اللي انت موجود فيه. اسعار المعدات برضو بتتغير، هي يعتبر الحاجة الوحيدة في المجال ده كله اسعار المعدات اللي يمكن بتزيد مش بتنقص، تمام؟ لكن سعر العلب بينقص، سعر الكتاكيت بتنقص وبتزيد قبل الزيادة وقبل النقص. علشان كده فكرة دراسة الجدوى ركز في النقطة دي، مهمة جدا جدا علشان ربنا يكرمنا جميعا باذن الله تعالى وتبدا مشروعك وانت فاهم وانت بدايتك صح، تمام؟ دي كانت نقطه حبيت اتكلم عنها يعني علشان اثير الجدل اللي كان موجود بين ناس كتيره، امنع اثاره الجدل دي، تمام؟ نبدا بقى على اليوم بتاعنا ان شاء الله، على البرنامج اللي احنا ماشيين عليه النهارده. معانا اليوم ال 22 من عمر الدوره، والبرنامج اللي ماشيين عليه طبعا النهارده باذن الله تعالى المفروض درجة الحرارة تكون موجودة معاك في المكان بتاعك 27. وملحوظة يا جماعة، درجة الحرارة لما بنقول 27 حاول انك انت تمشيها بدرجة منتظمة. طيب الناس اللي بتربي فراخ وما عندهاش خلايا تبريد، او الناس اللي بتربي فراخ وما عندهاش مثلا اي وسيلة الفراخ اللي هي الاعداد الصغيرة، اي وسيلة للفراخ، ان هي مثلا مش عارفة تأكل الفراخ اثناء الحر او مش عارفة تحافظ على الفراخ اثناء الحر. فيتامين سي رخيص جدا، يعني فكرة فيتامين سي ده رخيص جدا، ممكن تجيب لك مثلا نص كيلو ب 160 جنيه، تمام؟ هيقعد معاك فترة طويلة جدا. هتستخدمه مرة كل يوم الصبح، هتستخدمه مثلا سواء بعد الفجر للفراخ بتاعتك بمعدل نص جرام او 1 جرام، هيفيدك جدا، يعني هيفيدك رفع مناعة ومنشط نمو. ويعتبر في حكاية ان الحر ده مفيد جدا جدا بطريقة كويسة جدا.
فعلشان كده انا بفضلك تستخدم فيتامين سي الصبح. طيب ممكن الناس اللي بتربي اعشاب الهريسوس طبعا كويس جدا والحاجات دي، بس انا بفضل لك حاجه هتوفر وهتنجز معاك وهتعالج معاك مشاكل كتير. طيب هل ترفع الاكل لو انت ما عندكش خلايا تبريد او ما عندكش اي وسيله او مراوح والكلام ده كله؟ ارفع الاكل مثلا من الوقت اللي هو مثلا وقت الحر، مثلا بيبدا معاك الساعه كام؟ من الساعه 11 الظهر لحد مثلا بعد العصر، ده وقت كويس. حاول ما تطولش او ما تزودش جدا في فكره انك انت تجوع، لان التجويع بيصير الكوليستيريديا فبالتالي بيأثر على الفرخه بتاعتك. طيب تعمل ايه؟ هتعمل حاجه حلوه. ايه هي؟ انك انت مثلا الفراخ بدل ما بترمي مثلا شكاره، لا ارمي لهم ربع شكاره، بحيث ان الكتكوت يبقى واكل او الفرخه تبقى واكله تمام، فبالتالي الفرخه ما تخسش، لان التجويع زياده عن اللازم لساعات طويله بيخسس الفراخ. دي طبعا معلومات كلها انا بحاول افيدك بيها، تمام؟ يعني زياده عن اللازم ده بيجوع، زياده التجويع زياده عن اللازم بيأثر على الفراخ. طيب النهارده باذن الله اليوم بتاعنا زي ما هو ماشي، درجه الحراره 27. طبعا الاكل بتاعنا العلف النامي. الحاجه برضو اللي حابب اوضحها في الفيديو ده هي بعد علاجات المضاد الحيوي، لازم يكون معاك بعد علاج المضاد الحيوي الفرخ بتاعك زي الشكل ده. طبعا حضراتكم ملاحظين اهو الفرخه حتى لو كان فيها اسهال بدأ تجفف، تمام؟ واللي مش بدأت تجفف اهي بدأت يعتبر ينتهي مرحله الاسهال. ده كده المضاد الحيوي بتاعك جاب نتيجه كويس، وجاب يعتبر الى حد ما نتيجة يعتبر بنسبة 80%. طيب شايف لون الفرخ برضو اهو؟ لون الفرخ طول ما هو قدامك بالشكل ده اللي هو احمر فاتح، يبقى ان شاء الله الدنيا ماشية معاك كويس. طيب الكتاكيت او الفراخ اللي بتكون مزرقة او الكلام ده كله، لا ده طبعا شغل غلط او في كتمة او الفرخ مش واخد الحجم بتاع الكويس. لكن طول ما لون الفرخة فاتح كده اهو تمام، اعرف انك ماشي صح ومفيش اي غلط. تربية الدواجن عامة بشكل عام محتاجة يعتبر تركيز كويس جدا جدا. درجة الحرارة نحافظ عليها، نحاول على قد ما نقدر. الناس اللي بتربي اكتر من 500 حاول تشغل خلايا التبريد في العمر ده، ما تقلقش من خلايا التبريد علشان تديك نتيجة كويسة. دي بعض المعلومات اللي حبيت اقدمها في الفيديو ده. غسيل كلوي ان شاء الله 12 ساعة، غسيل كبد 12 ساعة، يزود معاك الاكل، هيريح معاك الفرخة، هيلم معاك الاسهالات اللي بتحصل باذن الله تعالى. ده كان ملخص اليوم ال 22. اتمنى من الله عز وجل يكون فيه الافاده، واتمنى اكون فدتكم، واعذروني على البث المباشر، بس ان شاء الله النهارده يكون فيه بث مباشر باذن الله بالليل، علشان في ناس حابه تعرف مواعيد البث. باذن الله هيكون بين الساعه 10 والساعه 11 بالليل، وان شاء الله هنزل منشور هنقول فيه البث هيكون الساعه كام. وطبعا الناس اللي مش مشتركه في القناه، لا اشترك في القناه هيوصلك اشعار بالبث باذن الله. اشوفكم ان شاء الله في البث المباشر. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.